الفخ اللي يخليك تعيش نفس النهار على طول. اليوم حبيت نفسر لك الحاجة هذه، واللي أنا نحب نسميها الحلقة المفرغة، ولا بالفرنسي بوكل انفيني. وخليني نعطي اكزامبل باش تفهمني شنو نقصد أنا بالحلقة المفرغة هذه. مثلا إنسان خرج في كامبينج في الغابة، وهو الله غالب ضاع، ما هزش معاه ماب، ما هزش معاه تليفون، وضاع. وبدأ يلوج في مخرج كيفاش يخرج من الغابة هذيك. قالك فما حكمة تقول اللي لو كان انت في بلاصة وقاعد تدور وتدور، وبعد ما عملت الدورة هيك ترجع لنفس البلاصة في الآخر، وقتها لازمك تعرف اللي انت ضايع. يعني كل إنسان اللي هو في الغابة قاعد يدور ويلوش في مخرج، وبعد ما عمل الدورة هيك كل لقى روحه ورجع لنفس الشجرة اللي كان فيها في أول ما بدأ يلوج، وقعد يعمل في نفس الدورة، يعمل في نفس الدورة، وهو ديما يرجع لنفس البلاصة. إذا هذيك هي الحلقة المفرغة، وذاك هو اللي عايشينه الناس في أياماتهم العاديين كل يوم. احنا كناس كلنا عنا أحلام هكا محلاها وطموحات محلاها في مخنا، ونطمحوا العيشة ما خير ديما بالطبيعة. لكن الناس طايحين في الفخ متاع الحلقة المفرغة هذه، اللي هما عندهم روتين معين يمشيوا عليه كل يوم. مثلا يقوموا في الصباح، تمشي تقرأ كانك تلميذ، وإلا تمشي تخدم، وبعد ما تكمل الحاجة هاكي تروح للدار، يا تتفرج شوية في التلفزة يا تلعب بالتليفون، وبعد تتكى تخمم شوية في أحلامك هذيك اللي ما عملت لها شيء، وترقد. والناس تعمل النهار هذايا قاعد يتعاود كل يوم كيما كالحلقة المفرغة هذيك. لكن المشكلة متاع الناس اللي هما ما عندهمش التخمام باللوجيك، عمرهم ما وقفوا مع رواحهم وخموا يا ترى الأحلام هذيك اللي نحب نوصل لها والطموحات، هل أنا عملت لها شي خطوة واحدة اليوم؟ هل أنا مشيت لها خطوة واحدة اليوم وإلا لا؟ وفي الأغلب الإجابة لا. تلقاهم ديما ماشيين بنفس الروتين هذاك اللي عايشينه من 5 سنين و10 سنين التالي، وما عملوا حتى خطوة نحو الحياة هذيك. وهنا الناس هذوكم يتسموا ضايعين. لكن الحاجة الخايبة اللي هما ضايعين من غير ما يفيقوا، ما همش عارفين اللي هما ضايعين. في بالهم هاكي هي الحياة النورمال، وفي بالهم اللي هكا بطريقة سحرية هاك الحاجات اللي يطمحوا لها كل مش تهبط عليهم. وخليني نقول لك، يعني يمكن مش تعجبك الحاجة دي، اللي ما فما شيء سحري في الدنيا هذه، وما فما شيء معناتها مش يجيك هكاك بطريقة سحرية ومن غير خدمة. لازمك انتي تعمل الخطوات باش توصل. يعني نهارك حط فيه حاجات جدد، انتي تعمل في نفس الروتين هذاك، حط في نهارك حاجات جدد توصلك للحاجة اللي انتي تحب عليها. يعني الحاجة اللي تحب عليها تتطلب روتين، تتطلب خدمة، تتطلب اكسبيريونس، وانتي كل يوم تفيق وتعمل في نفس الحاجات متاع العادة. يعني كيفاش تحب توصل لها؟ وبالرسمي مشكلة انه الناس ما تخممش هكا. يعني هما عايشين حياتهم العادية كما قلت لكم، يعودوا في نفس النهار الممل الروتيني هذاك، والنهار جاء على بالهم اللي هما بالرسمي ما عداوش دقيقة من وقتهم يخدموا لك الطموح اللي هما يحبوا عليها، وما عملوا حتى خطوة، وما دخلوا حتى حاجة جديدة لحياتهم تخليهم يوصلوا للهدف هذاك. إذا حبيت نحذرك من الحلقة المفرغة هذه، وكانك أنت كإنسان طايح فيها، وكلنا كنا طايحين فيها، يكتب عليك. أنا بيدي كنت طايح فيها يعني، أما نجم تقول الصغر هو اللي كان هاززني. يعني كي كنت صغير كنت هكيك نقوم نمشي نقرا نروح نشد نلعب بالبيسي ولا بالتليفون، ويتعدى نهار هكاك، ونبدا نخمم ونقول أنا في المستقبل مش نولي كذا وكذا ومحلاها حياتي، ومش نشتري برشا حاجات وكل. لكني ما عملت حتى خطوة نحو الهدف هذاك. والمشكلة اللي مخي ما استوعبش الحاجة كي ديما قاعد نتمنى، عايش بالتمني. لكن كي بديت نوعى على الدنيا أكثر وبديت ننضج، فهمت اللي الدنيا ما هيش بالتمني. فهمت اللي لازمك بالرسمي تحط خطوات في نهارك، تحط حاجات جدد في نهارك باش تلقى نتيجة مختلفة. يعني فما حكمة تقول، إذا كان تحب، كيفاش تقول هي، إذا كان مش تعاود نفس الحاجات كل يوم و... خلينا فيها نسيتها. هو أينشتاين عطاه حكمة أخرى تقول اللي أنت معناها
كان قاعد تعاود في نفس الحاجات كل يوم، مش في كل يوم، كان قاعد تعاود في نفس الحاجات ديما وتتوقع نتيجة مختلفة، فأنت مجنون يعني بالرسمي. ايش معناها أنت قاعد تعاود في نفس الحاجات وتتوقع نتيجة مختلفة؟ وهذاك هو الناس قاعدة تعاود في نفس النهار ويتوقعوا حياة خير من الحياة اللي هم عايشينها تو. والحكمة اللي حبيت نقولها تقول إنه إذا كان أنت قاعد تعمل في نفس الحاجات كل يوم فراك مش تقعد عايش نفس النهار إلى الأبد. وهذه هي الحلقة المفرغة اللي فسرتها لكم. يعني رد بالكم الحاجة هذه وحاولوا دخلوا حاجات جدد لحياتكم توصلكم للهدف اللي انتم حاجتكم به. إذا هذا هو كان فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم وأفادكم. ما تنساوش عاد اللايك والاشتراك في القناة، وخلي لي كومنتير فيه رأيك في الشيء اللي حكينا فيه اليوم. والسلام عليكم ونتقابلوا في الفيديو الجاي.